السلام عليكم. اعذروني على المظهر اللي انتوا تشوفوه دوت، بس انا بعد تفكير وبعد معاناة مع الصلع الوراثي وبعد علاج وادوية كتير قوي ومصاريف قررت ان انا ازرع شعر. وطبعا قررت ان انا ازرع الشعر عندي في اسكندرية قريب مني عشان المتابعات واي حاجة اروح للدكتور بكل بساطة وبكل سهولة وما كسلش، والعملية تكون كويسة ومرضية. وانا لسه زارع امبارح ودي شيء. بصوا، طبعا المنطقة اللي هي ورا دي عند أي حد بتكون كتيرة، يعني بتكون في كثافة في الشعر عمر الصلع ما بيطولها. الصلع بيبقى قدام من النص لحد ورا، لكن المنطقة دي اسمها المنطقة المنحة. دي بتكون فيها كثافة كتير قوي، فالدكاترة بياخدوا منها بصيلات يحطوا في الحتة الفاضية. فطبعا لفينا كده عشان خاطر واخدين تقريبا بتاع 3000 بصيلة. ليها اسم تاني هما بيقولوا عليه كده بس مش متذكره دلوقتي. بس هما بياخدوا من هنا، بيفتحوا وياخدوا البصيلة بالجدر بالشعراية ويحطوها على جنب، وبعد كده يخرموا هنا ويزرعوها زي ما انتوا شايفين. لسه عاملها امبارح، وفي تطور في الشكل. كل يوم بيتغير شكلك عن اللي قبله، يعني المفروض الحمد لله مفيش تنفخات غير هنا. المفروض ان هنا انا باخد بنج، ده كل راسي كلها بتبقى فيها بنج، بتاخد اكتر من تقريبا 20 حقنة بنج. فالبنج ده لما بتخلص عملية بينزل على وشك ينفخه أو على راسك. تمام. فأنا في دكتور صديقي بعيدا عن العملية بقى قال لي البنج ده حاول تخلي راسك لورا كده عشان البنج ما ينزلش على راسك، يورم لك وشك. لو ميلت كده البنج بيجي هنا بيورم لك وشك. قال لي خليك عامل كده. فعشان كده بصوا. وطبعا أول كام يوم، أنا بقالي يوم واحد عاملها. بصوا بقى النومة، حاطط مخدتين جنبي، بنام يا إما أنام كده ينام عادي، بس لازم راسي تكون كده. مينفعش اميل راسي كده ولا انام على جنب يمين ولا شمال ولا اي حاجه. والهدوم ده مش عارف اغيرها. التيشيرت ده عشان اغيره اقطعه من هنا كده وافتحه وارميه والبس واحد غيره وتكون بسوست نفس القصه. لان اي لمسه في الشعر ده الحته دي فشلت، بتقع ما بتنفعش، فبتبقى ايه نظام ثعلبه كده. فحريص جدا، وممنوع الشمس، ممنوع سجاير، ممنوع. في اول كام يوم دول اتعاني منهم، انا عديت منهم يوم، لسه باقي الايام وكل يوم هنقول لكم تجربتي. بس بجد اللي عايز يعمل العملية دي لازم أن يكون عنده شغف ليها عشان يتقبلها. عملية صعبة.